بكم في ثاني مباريات الجولة 26 من منافسات دورينا. هنا نادي النجف الذي حل ضيفا بملعب الشاب الدولي لمواجهة نادي الزعيم الزوراء بمباراة اليوم. خبيرة حكم المباراة هنا البدء بتشكيلة نادي النجف كتيبة المدرب سعد حافظ، وانطلقت صافرة البداية لأحداث مباراة اليوم. الزوراء محاولات نادي الزوراء وياتي الرد نعم من قبل لاعبين نادي النجف، والبحث عن اول اهداف المباراه. نبحث عن اول الاهداف، هل يكون بجوابه كتيبه المدرب سعد حافظ ام بجوابه ايوب اوديشو؟ باللحظات هذه لعمر الشوط الاول نترقب ثابته لنادي الزوراء. بهذه اللحظات الكره الثابته لمصلحه الزوراء، لؤي العاني وحسن عبد الكريم قوقية على التنفيذ، يلعب هذه الكرة بالراس، الارتقاء، الابعاد من مرتضى حديب ابعتها مراد محمد، يحاول مراد هناك في الجهة اليمنى، هل خلاص ضاعت على مراد ميسان، وهذا محمد مصر. علي يوسف اعاد الكرة لسعد عبد الامير من الامير مرت لابو حشيش، ابو حشيش يحاول، مر على مازن، انقطعت وحكى المباراه يطلب استمراريه اللعب، يقول اقرب لعباس، وبالملاصقه هذا هو من يحاول العبور حسين طالب، لكن وصلت مرت تلك الكره سعد عبد الامير بوسط الملعب من مراد محمد، يلعب هذه الكره لقوقيه، هنا المحاوله من محمود لكن انقطعت، مرت الكره قوقيه، قالت بيبدا ميثم جبار، المسانده هنا من سعد عبد الامير اللاعب الخبره لابو حشيش، مرر الكره من ابو حشيش اماميه مراد محمد يحاول العبور بهذه الكره من مراد محمد، البحث عن زميل اعاده، وهنا العرضي ابو حشيش والكره من الوجه، العاني اعاده بعد ما ارتدت الكره بالقائم الايسر للحارس هاني شاكر، شاهد راسيه لؤي العاني من جعل المدافعين يعاني امام العاني بهذه الراسيه، ولولا القائم لكاد ان يكون اول هدف. هذا الرد من النجف، خلاص الان واحده بواحد، شاهد حسين طالب، وهذه التسديده من مكان بعيد وتألق جلال، هذا النورس، نعم النورس تألق بطيران هذه الكره، ويحرم النجف من هدف اول. مازن فياض يلعب مازن، والكره وصلت لجلال حسن، بدأت الان، مرت لسعد عبد الامير من العاني، مر بالكره سعد عبد الامير، الخبره بلمسه الخبره لعلي يوسف، سدد ولكن ما وصلت. هذه اكيد هذا اذا استمرت المحاولات مره مرتين جن طالب وانقذها الحارس جلال حسن، مرت لمازن فياض، هيها مهدي كامل، هذا مازن فياض سبق ما بين لا هذا ما كنا نخشاه، هذه بطاقة حمراء، خلاص هذه الحالة الأولى، حتى وإن كانت هناك خطأ وكان هناك استحقاقها بطاقة صفراء، لا يستوجب توتر الأعصاب حتى لا تتشنج الأعصاب. وهذه لحظة الإعادة وصيحة الغضب من قبل اللاعب كرار عامر، بعد ذلك حكم المباراة اضطر أن يشهر البطاقة الحمراء، وهذه البطاقة الصفراء رقم 100 للكابتن أحمد محمود من العاني، هناك لأحمد عبد الحسين، من أحمد عبد الحسين المرور ومحمد مصر، أحمد والعرضية، عرضية أحمد عبد الحسين، هنا التدخل مع مراد محمد، ستار جبار خلصها عاني. هذه الإعادة بعد التدخل من مازن فياض مع مراد محمد، شوف الإعادة بالقدم، حاضر الداعم المساند لكتيبة النوارس، لؤي العاني وحسن عبد الكريم، قوقية والعاني كامل، هذا هو التغيير الاضطراري. تلعب الكرة، وصلت هنا لهاني، نعم لهاني شاكر نعيم بدلا من مهدي كامل، لعبها لؤي العاني بذكاء هاني شاكر، وتشاهد تراجع لاعبين نادي النجف بسبب النقص العددي، وهذه الكرة وصلت من لؤي العاني وستار، قوقية يحاول يترك الكرة بأقدام لؤي من العاني لعلي يوسف، مرت الكرة بعيدة على مرمى الحارس هاني شاكر، وتغادر أرضية من ميثم، تصل للؤي العاني،
لؤي والعرضية من لؤي العاني وصلت لهاني شاكر الابعاد هذه الزوراء على ما يبدو تبديل بهذه اللحظات. احمد هو من يغادر ارضيه ملعب واشراك اللاعب علي علاء عباس الاباتشي بدلا من اللاعب احمد محمود. هو احمد محمود ترك ارضيه الملعب واشراك اللاعب علاء عباس الاباتشي هداف الفريق عنده 9 أهداف. ملعوب هذه الكرة احمد عبد الحسين لعلاء عباس، عرضية علاء اللمسة الأولى انقطعت الكرة والإبعاد من محمد جاسم عبود. هذه الكرة بالراس جلال لأحمد عبد الحسين وبأقدام لؤي العاني طويلة من لؤي العاني هناك للجهة اليسرى لاتجاه لاعب حسن عبد الكريم. قوقية يحاول هذه الكرة مرت خطرة يا حسن عبد الكريم غادرت أرضية الملعب يشكل خطورة هذا الوسيم. هذه الإعادة وهذا المرور الجميل مر من اللاعب احمد. عادت والاقرب هنا وصلت على اللاعب دام سعد عبد الامير لعباس قاسم. سيطرة حتى الان زورائية لعلاء عباس وتسديدة حسن عبد الكريم. قوقية سدد من مكان بعيد وغادرت ارضية الملعب. يكون الاب زورائي فاكيد الفتاة تكون نورس عاشقة للزوراء. علاء عباس يلعبها علاء لمراد مرت وانقطعت الكرة. هذا علي يوسف من علي انقطعت وابعدت الكرة من مرتضى وتعود مرة أخرى. سيطرة زورائية تلعب الكرة للأبيض للنوارس مرت للأباتشي وعلي يوسف. هناك ستار جبار ومازن فياض يترك الكرة تغادر أرضية الملعب. مازن 21 هذا الموسم في الدوري العراقي الممتاز. تلعب الكرة من لؤي العاني الابعاد من احمد نعيم. ابعتها احمد تتخلص احمد وعلاء عباس وحسن عبد الكريم وعلي يوسف. 4 في خط الهجوم وتسديدة رائعة للنجف من محمد مصر. سدد نعم اتجاه الحارس جلال حسن. هذا محمد مصر. تعود الكرة للؤي العاني. انتظار لؤي العاني يلعب الكرة طويلة للأباتشي. مرت الكرة طويلة غادرت أرضية الملعب. كرة اللاعب علاء عباس براسية الأباتشي. شاهد صعود جميل بالتعادل سيبقى بمكانه بالمركز الثالث. هذا إذا حقق الفوز بمباراة اليوم سيتصدر ترتيب الدوري العراقي الممتاز. دعنا ننتظر وتكون الثروة الديوانية بهذه النتيجة 1-0. فاز على نفط ميسان 3-1 وأيضا على الصناعة 2-0 وفاز على الشرطة 2-1. هذه الكرة تلعب الركنية والإبعاد صد الملعب. حسين طالب يحاول حسين انقطعت من ميثم وعادت من لؤي العاني. هنا الكرة للأمام مازن فياض الكرة من وسط الملعب مرت. هذه هدف للنجف. وصلت من جديد حسين طالب. هنا حصار للنجف يحاولون نعم تبادل الهجمات ما بين النجف والزوراء. كل هذه المحاولات بعد ما حاول الزوراء يضغط والأصبح النجف يلعب بأسلوب المرتدة. وشاهد هذه خطورة هذه الهجمة كادت أن تكون هدف. خلاص الكرة عدت هي تلعب طويلة مرت. هذه جول لا طالت على أحمد عبد الحسين. خلاص غادرت أرضية الملعب. اي نعم كل هذه المحاولات أحمد عبد الحسين ما سيطر على الكرة من طاهر حميد. ماشي الكرة لمازن فياض والعرضية هنا لطاهر. الكرة بالراس وصلت خطرة هذه الكرة. نعم مر 81. هذه كرة تلعب عباس. طالت الكرة على اللاعب عباس. فاول الزوراء. مرت الكرة بأقدام معين أحمد. من معين يلعب هذه الكرة البرازيلي. مرت من البرازيل. الأول النجف لنادي النجف. أول أهداف المباراة النجف بالنقص العددي
ب10 لاعبين من البرازيل. يسجل البديل سانتوس، جيلميلسون سانتوس يسجل أول أهداف المباراة. هذا البرازيلي، هذا السيليساو، هذا السامبا يسجل أول أهداف المباراة. النجم ب10 لاعبين يعتمد على الهجمات المرتدة ويسجل هدف التقدم، يقلب الطاولة على أصحاب الأرض بالنقص العددي. شاهد هذه تمريرة معين أحمد، مررها بذكاء. نعم، ركلة جزاء بهذه اللحظات بالدقيقة 92 أو بالدقيقة 93، وبطاقة حمراء. نعم، بطاقة حمراء أخرى، بطاقة حمراء. التعادل أفضل. خلينا نشوف هذه الإعادة. لؤي العاني، وكان قريب يوسف سعيد، كان قريب جدا. شاهد الإعادة. هل يعدل نتيجة المباراة؟ هل يعدل نتيجة المباراة؟ هاني شاكر، آمال النجف، آمال الغزلان بهاني، وآمال النوارس بهذا النورس الأبيض، بهذا النورس الأبيض. لؤي العاني، هل يجعل هاني شاكر يعاني؟ العاني وهاني، هذا العاني سدد، العاني، جول. عادت للنوارس، عادت، راجع بقوة وينافس. حلو يا لعب النوارس، راجع بقوة ينافس. حلو يا لعب النوارس. هذا لؤي العاني سدد ركلة الجزاء، سجل هدف التعادل لنادي الزوراء. عادت المباراة.